السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بونجور يا كيوتات، اشتقت لكم. اليوم بدنا نعمل وصفة بتشهي وسريعة، وهي الرز المعمر. أوكي، هي هاي وصفة مصرية يا بنات، بس كتير بتشهي. بتجيبي صينية أو فخارة أو أي شي عندك للفرن، بنضيف فيه رز للنص رز. أوكي، بنغسله وبننقعه وبنخليه على جنب. رز مصري طبعا. أوكي، هون وصفة تانية. هون معنا حبة قرع. هلا بحكي لكم شو بنسوي فيها. بنقطعها بهذا الشكل. بدنا نعمل وصفة جدتنا زمان، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم جنة الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. هاي تيتا كانت تسوينا هاي الوصفة. بتقطعي القرع بهذا الشكل بتقشريه بالشكل اللي يريحك. أنا بصراحة بقشره بهاي الطريقة، أو هيك بعمله هيك شرايح صغار وبقشره. اوكي، هون معانا نص حبة القرع في الطنجرة، غسلناها وقطعناها مكعبات بهذا الشكل، وهذا النص التاني غسلناه وقطعناه بهذا الشكل. بنخليه بالفريزر تطبخي خضار، تطبخي طبخة تاني. يعني هون هلا معنا نص حبة قرع. اوكي، ضفنا عليها نص كاسة سكر، اتنين كوب حليب، 2 كاسة حليب. اوكي، وكاسة مي. بنخليهم حتى يستووا تماما بالمية والحليب والسكر، حتى يستووا تماما. اوكي، بنسوي هاي الخطوة الثانية. بنجيب كاستين حليب، معلقتين كستر، 3 معالق كستر. اوكي، رشة فانيليا، كمان معلقتين سكر، بس مشان نعادل السكر يعني. هو هون السكر خفيف وهون خفيف. اوكي، وبنحركهم بهذا الشكل على الغاز حتى يتجانس معنا ويجمد. اوكي، هون الرز اللي غسلناه حطينا هون. انا هذا ميكس قشطه وزبده، حطينا ميكس قشطه وزبده او زيت. اذا عندك بتحطي الرز كمان بتحطي ميكس زبده وقشطه، او لو ما عندك بتحطي زيت، بس حاولي لازم شويه سمنه او زبده. اوكي، بتفركيهم بهذا الشكل في الرز المغسول ومنقوع، بعدين بتضيفي الحليب. اوكي، احنا هون خلينا الرز يا بنات نص الفخاره، وبنعبيه حليب. بنكمل يعني بنعبي، بنخلي الفخاره نص الفخاره التانية معبي. اوكي، حليب بهذا الشكل، وبندخله الفرن نفس معامله الرز اللي على الغاز. بتعلي النار، بعدين بتهدي النار، بتخليه نص ساعه. هون القرع استوى معنا. اوكي، ضفت عليه انا كمان معلقتين قشطه، هذا اختياري. وضفنا كمان على خليط الكستر معلقتين قشطه كمان، هذا اختياري. اوكي، انا لان عندي شايفين هاي قشطه، سوري، ميكس قشطه على زبده على كريمه، فانا بستعملها مرات في الحلويات او في الطبخ يعني. اوكي، هون الخليط تبع القارع عملناه بالمونولكس او بالمكسر، ضفناه بالصينيه بهذا الشكل. هذا الخليط تبع الكاستر. اوكي، الاتنين حليب، كاستين حليب مع الكاستر. وحطيت كمان من فوق كمان ميكس، انا بدي اياها تطلع نكهتها كتير قوية. اوكي، دسمة يعني. كمان حطيت قشطة من فوق. دخلناها الفرن. هذا الرز خلاص خلص معنا نص ساعة. شايفين كيف الرز مفلفل؟ هذا اسمه رز بالحليب او رز معمر. اوكي، بن بي انا بحبه مع حليب. كمان حطيت هون معلقتين قشطة من فوق هيك، هسه بتسيح، بيطلع طعمه يمي. شايفين كيف يا بنات الرز؟ بس هذا رز وحليب، بيتطبخ بالحليب. اوكي، انا بحب هون هم مرات بياكلوه مع خضار، مع شوربه، مع اي شيء، او مع حليب. انا بحبه مع حليب بارد بهذا الشكل. اوكي، هون كمان القرع مع طبقة الكاستر دخلناها الفرن 10 دقايق، طلعناها بهذا الشكل، حطينا عليها عسل. شو صارت معنا؟ صارت قرع عسل. هاي طبخة أجدادنا، بتمنى تكون عجبتكم. اسمها قرع عسل. اعملوا لايك والشير مشان يوصل للغير. كنتم مع روبي محمد.